على يعني مولدة منزلية أو اعتماد على المولدات الموجودة في الشوارع. وهذا بطبيعة الحال أيضا يدفعنا وجود هذا الكم الهائل من المولدات مثلا يدفعنا إلى التساؤل حول جدوى وجود وزارة للبيئة، وهذه من أكبر مصادر التلوث البيئي، أكبر من مصادر التلوث البيئي. المولدات اللي يعني الآن مثلا إذا لقينا حي سكني لا يتجاوز فرضا عدد المنازل ب1000 بيت، تجد هناك أكثر من 10 مولدات. وهذه المولدة معدل العمل مالتها يعني اليوم الواحد لا يقل عن 12 ساعة، وما تطرحه طبعا من غازات ومن مخلفات يعني لا يختلف عن مخلفات المناطق الصناعية اللي تعتبر أكبر مصادر التلوث، خاصة احنا عندنا بالنجف يعني إذا نتحدث عن مستوى النجف هناك مصادر التلوث كثيرة. مثلا معمل الإسمنت، معمل الإسمنت يعني لما أنشئ في الخمسينات كان مكانه صحيح، تدريجيا المدينة زحفت باتجاه معمل الإسمنت، تدريجيا زحفت باتجاه معمل الإسمنت. طبعا لو كان هناك تخطيط يعني عقلاني صحيح منعون زحف المدينة باتجاه معمل الإسمنت، ومعمل الإسمنت واحد من أكبر مصادر التلوث والأمراض بالنجف.